خطأ كبير جدا في شات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي عموما. انا جيت النهارده فتحته وبسأله بقول له لو عندي 8 مليار شخص، كل شخص هياخد متر مربع واحد، هنحتاج كام كيلو متر مربع عشان نقدر نجمع الناس دي كلها في مكان واحد؟ رد علي قال لي لو عندي 8 مليار شخص، كل شخص هياخد 1 متر مربع. المساحة المطلوبة ايه؟ كالآتي: 8 مليار متر مربع بيساوي 8 مليون كيلو متر مربع. ركز معايا، متر مربع كيلو متر مربع، هو رد بالكيلو متر مربع والمتر مربع برضه. طيب تمام كده، كده حلوين مع بعض قوي. انا كنت هاخد المعلومه واسكت، تمام، واداني شويه تفاصيل بسيطه هنا ممكن توقف الفيديو وتقراها. جيت انا رديت عليه بقول له ايه؟ ال 8 مليار متر مربع بتساوي 8 مليون كيلو متر مربع. باكد على المعلومه. قال لي لا، حصل عندي خطأ بسيط في التحويل. طب انا لو خدت المعلومه دي واسكت، او خدت المعلومه دي واعتمدتها، كان يبقى ايه الوضع؟ طيب قال لي حصل عندي خطأ بسيط في التحويل وخليني اصحح لك بطريقه واضحه. وبدأ يصحح لي، قال لي انا عندي 8 مليار متر مربع والمطلوب تحويلها لكيلو متر مربع، وانا ما قلتش غير كده. لو رجعت للسؤال الاولاني هتلاقيني قايل متر مربع وكيلو متر مربع، تمام. بدأ يصححها لي، قال لي نعرف ان الواحد كيلو متر مربع بيساوي مليون متر مربع، وبالتالي نحسبها. وبدأ يحسبها 8 مليار متر مربع على 1 مليون متر مربع يساوي 8000 كيلو متر مربع، مش 8 مليون كيلو متر مربع، تمام. وبدأ يديني برضو شوية معلومات بسيطة، وفي الآخر بيقول لي إيه؟ شكرا على ملاحظتك. وفعلا الرياضيات محتاجة تركيز، محتاجة تركيز إيه بقى؟ خلي بالكم يا جدعان وانتوا بتاخدوا معلوماتكم من الذكاء الاصطناعي، راجع المعلومات كويس وشوف مصادر تاني وتأكد من صحة المعلومات اللي بتاخدها. بس كده.